السلام عليكم. مين هنا جرب يكراش على حد ولقى نفسه مرة واحدة تحول لشعلة من الحماقة تمشي على قدمين؟ قرارات غلط، مواقف محرجة، بلاوي كده بتتحدف علينا. قولوا ما تتكسفوش، عادي، محدش كبير على الكلام ده يعني. على الأقل هو ده اللي حصل لسيف الملوك مع بديعة الجمال. وأنا جنة عادل، وهي دي يا السحر. عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بتكمل شهرزاد لشهريار ما كان من أمر سيف الملوك ابن عاصم لما فتح العباية اللي كان أبوه واخدها هدية من النبي سليمان وشاف فيها صورة بديعة الجمال. وازاي مجرد ما شاف الصورة دي عقله طار، فضل يبكي ويترعش زي المصدوم. وازاي ساعد صديقه اللي بقى وزيره لما شافه في الحالة دي حاول يواسيه او يفهم منه حتى فيه ايه. مالك بس يا مولاي، ما كنت كويس، ده الناس لحد امبارح بتشكر في ادبك وعقلك. هدي نفسك طيب، ولو لسه عايشة يعني على وش الدنيا نخطبها لك، بلاش افورك. قال له الامير نخطبها لي منين؟ انت عارف مدينة بابل دي فين؟ لا. طب عارف بستان ارم ابن عاد ده نروحه منين؟ برضه لا. امال ايه فتحه الصدر دي يا ساعد؟ ايه هو اللي هنخطبها لك؟ المولاي ما انت بصراحه يعني مقطع نفسك من العياط على واحده لسه شايف صورتها ما بقالكش دقيقه. احنا فين هنا، انستجرام؟ استهدى بالله كده وكله يتحل. لكن ويا للاسف سيف الملوك معرفش يستهدى بالله. ساب مملكته ورمى كراسته وفضل ماسك العبايه حاضنها ينام بيها ويقوم بيها، ولا بيحضر ديوان ولا بيقابل حد. وساعد المسكين بيحاول يلم وراه علشان محدش ياخد باله. الملك فين النهارده؟ تعبان والله. الملك فين النهارده؟ مشغول والله. وفضل سيف الملوك على هذا الحال لحد ما تعب ورقد 3 شهور مجروح وضامم جناحه على الجراح اللي فيه، الليل يردد نواحه طول ما أليفه مجافيه. واللي شاف السحالات اللي قبل كده عارف ان الهوس واضطرابات الاكل والنوم دي هي الاعراض الكلاسيكيه بتاعه الافتتان، هي دي الستارتر باك. المهم فضل الامير على الحال ده وباباه الملك مش عارف فيه ايه، دكاتره داخله ومنجمين خارجه ومحدش عارف يديله عقاد نافع. لحد ما في الاخر وصل الملك لذروه الغضب وقرر انه يعمل زي اهل العيانين في اي استقبال طوارئ في اي مستشفى. مسك الدكاتره والحكماء وقال لهم انا لو معرفتش الواد فيه ايه وما اتعالجش دلوقتي هدبحكم كلكم. وواضح كده ان الدكاتره هم الحيطه المايله في كل زمان ومكان، حتى في الف ليله وليله. تحت التهديد واحد من الدكاتره شكله كان شقي شويه في شبابه خد الملك على جنب وقال له مولاي ما تتحمقش قوي كده، الامير واضح ان هو بيحب ودواه وصال من احب. الملك سمع الكلمتين دول اتجنن. بيحب؟ يعني كل اللي احنا فيه ده عشان بيحب؟ وبعد طبعا استدعى سيف الملوك. انت مرمطنا المرمطه دي كلها علشان واحده؟ شفتها فين ولا عرفتها فين؟ قال له سيف الملوك والله يا والدي انا كنت مكسوف منك ومن الدكاتره، ادي صوره البنت اللي انا وقعت في حبها. وراح جاب العبايه وفردها قدامه. يا ابني يا حلوه ما اختلفناش، بس دي المفروض يعني على حسب الكلام اللي مكتوب من الجن، مش من جنسك اصلا، ما تنفعكش. شاور على اي واحده تانية وانا اجوزها لك. لا، هي دي. يا ابني استهدى بالله، مش هينفع. هي دي يا يما، هموت عليها يما. الملك قال له قوم يا ابني استحمى واحلق دقنك واطلع اصطاد كده، يمكن لما تشم هوا نظيف ربنا يفك كربك. الامير قال له بص انا عندي اقتراح اجمد، ايه رايك ان انا اسافر في بلاد الله سواح؟ لو حظي حلو هنساها، ولو حظي احلى هلاقيها وارجع لك بيها. الملك قال له تسافر فين بس يا ابني؟ انت عارف بابل دي فين ولا بستان ارم ده يروحوا له منين؟ يمين شمال سيف الملوك قافش انه يسافر يدور على بديعه الجمال، لحد ما الملك في الاخر قال له خلاص يا ابني روح ما تزهقناش. وامر في البلاد المنادي ينادي على كل بحار وتاجر وسواح اللي يعرف طريق مدينه بابل او بستان ارم ابن عاد يجي يقول. كل ما الملك يسال ولا الامير يسال محدش يديهم عقد نافع. نروح بابل منين يا رايق؟ والله معرفش. بستان ارم فين يا صاحبي؟ علمي علمك. بابل منين يا فندم؟ هو قال لك فين؟ قال لي بستان ارم ابن عاد في مدينه بابل. بص انت روح الصين واسال. واللي هو يعني احنا في مصر نروح الصين عشان نسال على بابل اللي هي في العراق جنبنا اصلا؟ ما تفهمش بقى الراجل ده كان بيحور عليه ومش عايزه يسافر، ولا بيفتي عشان احنا مصريين ولو قلنا معرفش اتحرق. لكن اللي نعرفه ان الامير خد النصيحه دي بجديه، وابوه الملك جهز له اسطول من 40 سفينه بالمماليك والخدم والبحاره والتجار كلهم يسافروا معاه على الصين. بيسافر الامير مع رجالته، الناس على شواطئ الصين بيشوفوا الاسطول ده داخل عليهم بكامل العدد والعتاد بيفتكروا ان الحرب قامت. لكن وفي لقطه ذكيه نادره كده من سيف الملوك بعت 2 من مماليكه يطمنوا الناس انه ابن الملك عاصم بن صفوان وانه جاي هنا بس عشان يغير جو. ملك الصين الملك قعفوشاه لما بيسمع اسم عاصم بن صفوان بيفتكر صداقتهم القديمة وبيرحب بالأمير وبيستقبله أحسن استقبال. وبيفضل الأمير في ضيافة قعفوشاه 40 يوم، واكل شارب نايم، بيسافر ويتفسح ويعمل شوبينج. وفي يوم من الأيام الملك قال له مبسوط معانا يا ابني؟ في أي حاجة ممكن أعملها تخليك مرتاح أكتر؟
فالأمير حكاله إنه بيحب واحدة اسمها بديعة الجمال وما يعرفش عنها غير إن دي صورتها وإنها من سكان مدينة بابل في بستان إرم بن عاد. بيرق الملك لحال سيف الملوك فبينادي في المملكة على كل التجار والسواحين والبحارة: يا جماعة، حد يعرف طريق بابل ولا بستان إرم بن عاد ده منين؟ وطبق الأصل العلقة اللي فاتت مفيش، ما نعرفش، لحد ما جه واحد شكله كان مصري تقريبا قال له روح الهند واسأل. سيف الملوك مسكين كان زي الغريق بيتعلق بقشاية، فقرر انه ياخد بالنصيحة ويلم رجالته ويجهز سفنه ويشد على الهند. فضل هو ورجالته ماشيين في البحر شهر، في التاني، في التالت، في الرابع، وفجأة بتقوم عاصفة مهولة تكسر السفن كلها ويغرق أغلب الرجالة. بمعجزة بيهرب سيف الملوك وعدد قليل من مماليكه في قارب إنقاذ كده، وبعد ما العاصفة تهدى بيسأل اللي حواليه: فين ساعد يا جماعة؟ بيقولوا له تعيش انت. وبيدخل الأمير في حالة هستيرية من العياط والنواح. اللي زاد وغطى بقى إن المماليك بيقعدوا يقطموه: يا مولاي ما انت السبب، ما كانش ليها لازمة الرحلة دي، يعني مش هحططنا وراك في بلاد الله عشان صورة بنت لمحتها في عباية قديمة. ادي النتيجة، ادي الرجالة كلها ماتت وساعد كمان مات. طبعا سيف الملوك بيسمع الكلمتين دول بيبقى هيرمي نفسه من المركب. وعلى اخر لحظه بيلحقوا واحد من المماليك يبدو انه من اخواتنا بتوع نص الكوبايه المليان، بيقول له: يا مولاي متعملش في نفسك كده. وبعدين يا جماعه انتوا مش فاكرين مش سيف الملوك ده لما اتولد المنجمين قالوا لابوه انه سيخوض بحارا وبحارا وستجري دموعه انهارا ويكون بالشق موعود؟ يعني قدر ولطف انها جت لحد كده ودينا لسه عايشين، دي في حد ذاتها حاجه كويسه. اصبر وربنا يفك الضيقه. بتفضل المركب تتطوح في البحر ايام وليالي من غير ولا بر في الافق ولا حاجه، والاكل بيخلص والرجاله بتتعب، وبعدين الناس بتبدا تفقد صوابها. فين لما بتبان جزيره في الافق والريح بتسوقهم عليها، بينزلوا من المراكب بيلاقوها مليانه بساتين وكروم وغابات، بياكلوا وبيرجعوا بني ادمين وبعدين بيبتدوا يستكشفوا. واحد من المماليك رجليه بتاخده على غابه كثيفه، بيبدا يقطف في الثمار من الشجر اللي فيها، فبيلاقي راجل عجوز قوي دقنه كبيره كده طويله قاعد تحت شجره وبيقول له: سيبك من اللي انت بتقطف منهم، دول لسه ما استووش، تعالى انا عندي ثمار مستويه. بيروح المملوك للشيخ العجوز وهو فاكره يمكن كان واحد من الرجاله اللي معاهم وربنا انقذه ورساه على الجزيره دي زيهم، ليتحول الشيخ فجاه لمارد ويلف رجليه حوالين رقبه المملوك ويقول له: انت من النهارده حماري، شي. بيكتشف المملوك انه خلاص وقع تحت رحمه شيخ البحر، هذا الكائن الغريب اللي بيلف رجليه حوالين رقبه البحاره التايهين وبيفضل راكب على كتافهم لحد ما يموتوا. كان ظهر في قصه سندباد بالمناسبه. المهم لما بيتأكد انه خلاص هيهلك بينادي بعلو صوته على سيف الملوك وباقي المماليك: انفدوا بحياتكم يا جماعة، الجزيرة دي سكانها بسم الله الرحمن الرحيم. بيسمع سيف الملوك ومماليكه الكلام ده بيلموا بعض وبيجروا على المراكب. بتفضل المركب بتاعتهم تتطوح في البحر يوم، في التاني، في التالت، في شهر، لحد ما الزاد يخلص والرجالة تتجنن. وفين تبان جزيرة تانية تاخدهم الريح عليها، وأول ما يوصلوا ويادوب لسه هيبتدوا استكشاف وجمع الثمار يشوفوا حاجة كبيرة نايمة ممددة على الأرض كده زي العمود، ودانه قد ودان الفيل، نايم على واحدة ومتغطي بالتانية. بيتقدم واحد من المماليك بيهزه بعصاية كده علشان يصحى يشوف ايه ده، وبمجرد ما بيفتح الكائن ده ودانه بيشوفوا وشه عينيه مشقوقة بالطول. ده غول مش بني آدم، وبيقفش الغول في المملوك وبياخده يجري بيه. وبآخر نفس بيحذر المملوك سيف الملوك وبقية صحابه: انفدوا بعمركم يا جماعة، دي جزيرة الغيلان. فبيرجعوا كلهم للبحر تاني وهم لسه حتى ما دقوش ازاي. بتفضل المركب تتطوح في البحر لحد ما بترسى على جزيرة تالتة من جزر الهند. المرة دي بيشوفوا على الجزيرة جبل عالي، وفوق الجبل ده فيه غابة كثيفة. بيطلعوا الجبل بيتمشوا في الغابة يستكشفوا، وفجأة بيلاقي سيف الملوك ومماليكه نفسهم محاصرين، حواليهم عدد كبير من العمالقة أكلة البشر، طول الواحد فيهم 50 دراع، بيحوطوا عليهم وبيسوقوهم للملك بتاعهم. ملك العمالقة كان أضخم منهم كلهم وأنيابه قد أنياب الفيل. العبيد بتوعه بيسوقوا له المماليك وسيف الملوك وبيقولوا له: يا مولاي احنا لقينا الطيور دي بين الشجر. فبيمد ايده ويتناول 2 من المماليك يعززهم وهو قاعد، وبيتدور العملاق لسيف الملوك وباقي المماليك بتوعه: وانتوا بقى يا حلوين ايه اللي حدفكوا علينا؟ ايه حكايتكم بالظبط؟ وشهرزاد بتقف على نفس الكليف هانجر. لو عايز تعرف بقية الحكاية اعمل فولو او سبسكرايب او في زرار ما دوس عليه. خلينا دلوقتي نرجع لسيف الملوك وهوسه الشديد ببديعة الجمال من مجرد صورة. واحدة من أشهر نظريات علم النفس اللي بتحاول تفهم الحب أو تفسره حطها عالم نفس أمريكي اسمه روبرت ستيرنبرج. نظرية ستيرنبرج اسمها اللوف تريانجل أو مثلث الحب، مش اللي في بالك يا وغد لأ.
وفقا لستيرنبرج في 3 مكونات شعورية أساسية بتاخد شكل مثلث كده، هو المثلث ده اللي بيلم الطيف الكامل لكل التجارب الشعورية الإنسانية. بسبوز المثلث ده من فوق فيه الانتمسي أو الحميمية، اللي هي الثقة، التعاطف، الألفة، الرغبة في الانكشاف قدام الآخر وتكوين ذكريات مشتركة معاه. الزاوية التانية من المثلث ده هي الكوميتمنت أو الالتزام. اخواتنا اللي بيخافوا من الكوتوموتو هو ده الكوتوموتو اللي بيخافوا منه. الإحساس بالتزام معين تجاه الطرف التاني، استعداد للتضحية علشانه، ومشاركة تجارب الحياة الأقل مرحا. وأخيرا الزاوية الثالثة للمثلث دي هي الباشن، الحلاوة والشقاوة بقى والياي سحر عيونه، الرغبة الجنسية القوية، الحماس الشديد، كل القلوب والعصافير اللي في الحب. وفقا لستيرنبرج العلاقات الإنسانية كلها عبارة عن كوكتيلات كده من ال3 عواطف أو ال3 حالات شعورية دول، وكل ما كانت العلاقة فيها مكونين أو أكتر كل ما كانت فرص استمرارها أعلى مقارنة بالعلاقات اللي فيها مكون واحد بس. فمثلا لو انتمسي أو حميمية بس يبقى ده لايكينج أو استلطاف، لو فيه باشن أو عشق بس يبقى ده افتتان، لو فيه التزام بس ده اللي بيسميه الامتي لوف أو الحب البارد أو الحب الأجوف. ده كده المستوى الأكثر تطايرا من العلاقات الإنسانية. كل الحاجات دي فرص استمرارها ضعيفة قوي. بعد كده نخش على العلاقات اللي فيها عنصرين، فنلاقي مثلا عشق او باشن زائد انتمسي او حميمية، ده اللي هيدينا الحب الرومانسي او الرومانتيك لوف. حميمية زائد التزام ده اللي هيدينا حب الرفقة او الكومبانيونيت لوف، ده كده اللي بيحصل في الصداقات القوية مثلا. باشن او عشق زائد كوميتمنت والتزام، فده اللي هيدينا الحب الاحمق او الحب الطايش، حاجة كده احمد السقا في افريكانو لما رمى نفسه من الشلال. واخيرا بقى ليفل الوحش، لما ال3 مشاعر دول او ال3 مكونات الشعورية دول يتجمعوا في علاقة واحدة، ده اللي بيتسمى الكونسيوميت لوف او الحب الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي. لو هتطبقوا نظرية ستيرنبرج على شخصية سيف الملوك في حكاية ألف ليلة، تفتكروا هو بيمر بأنهي حالة من الحالات اللي قلناها دي؟ وانتوا نفسكم مريتوا بكام حالة منهم؟ قولولي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحلة دي لايك، شيروا وسحلوا صحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.